صباح الخير. ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الملحن الكبير محمود الشريف وقصة جوازه العرفي من كوكب الشرق أم كلثوم. محمود الشريف واحد من أعمدة الفن في مصر، وهو اللي ساب أعمال خالدة منها رمضان جانا، 3 سلامات، حلو وكذاب وغيرهم. وبالرغم من نجاحه الفني الكبير إلا إنه ما خدش حقه من الشهرة بسبب علاقة الحب اللي جمعته مع كوكب الشرق. والحكاية بدأت لما أم كلثوم كانت في مرة في مكتب محمد فتحي مقدم حفلاتها قبل ثورة 52، وسمعت أغنية بتسأليني بحبك ليه، واللي كانت سبب شهرة المطرب محمد عبد المطلب. وعجبها اللحن جدا، وعرفت إنه لمحمود الشريف، فتعرفت عليه وبدأت قصة حبه. وفي سنة 46 أعلنت الصحف خبر خطوبة محمود الشريف وكوكب الشرق. لكن بعد أسبوع واحد بس كتب مصطفى أمين عنوان رئيسي وصف فيه الخطوبة بجنازة حب، وأعلن أنهم انفصلوا بسبب أن أم كلثوم ما كانتش تعرف أن محمود الشريف متجوز. والحقيقة أن أم كلثوم ومحمود الشريف كانوا متجوزين عرفي وانفصلوا وأعلنوا عن الخطوبة بس. ووصف محمود الشريف جوازه من أم كلثوم بأنه كان عذاب. وتوفى محمود الشريف سنة 1990.